مساء الخير. وصفتنا اليوم طريقة عمل السلطة اليونانية، سلطة صحية ومفيدة. في البداية نحتاج إلى 3 حبات من الطماطم قطعتها قطع صغيرة، حبة فلفل رومي كبير، وحبتين من الخيار وخس. نجهز الدريسنج، ربع كوب من زيت الزيتون، وشوية من الخل الأبيض، وملعقتين من دبس الرمان، وعصرة ليمونة، ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الأوريجانو، وملعقة صغيرة من الزعتر. ونحرك المكونات كلها مع بعض، وبعدها بنصب على السلطة. وبنقلب كل المكونات مع بعض. شايفين كيف؟ طبعا السلطة بالشهي. عندي هنا جبنة المراعي الفيتا، الجبنة البيضة، جبنة الفيتا بقطعها مكعبات صغيرة، وبرش عليها ملعقة من الزعتر، ونحرك كويس. بصب السلطة بصحن التقديم. شايفين كيف؟ وبعدها بحط البصل الأبيض. طبعا البصل الأبيض أنا قطعته شرايح، وننزل جبنة الفيتا. شايفين كيف الجمال؟ برجع أحط البصل الأبيض. ما شاء الله الوصفة خرافية، السلطة بالشاهي، ولازم تجربوها. يعطيكم العافية.